وصفتنا اليوم رمضانية بامتياز، يعني تقدري توجديها قبل ولا عندك ضيافة عارضة في رمضان تقدري توجديها وتحطيها كي توصل وقتها تحطيها طيب. في كسرونة راح نجيب شوية زيت وشوية زبدة، راح نخليهم يسخنوا. وكون انا غسلت اللحم تاعي نبدا نقلي في هذاك اللحم من كل الجوانب حتى ياخذ لي هذيك التحميرة تاع القليان. انا اللحم تاعي البقري نغسله بماء سخون وملح، نرقدوا فيه شويه حتى يخرجوا هذاك الدم باش ما يكحليش الماكله. هنا بعد ما نحمره راح نغطي عليه ونخليه يتحمر لي مليح باش ياخذ لي بنت القليان هذيك البنينه تاع اللحم. من جهه ثانيه نوجد الخضر تاعي اللي بتبقى اختياريه، تقدري ديري واش تحبي. عندي بصله كبيره، ثوم راح نقصهم ونلحهم فوقهم هكا، نخليها تذبال برك شويه، ما راح نخليها طيب. يعني اول ما تذبال يعني تقدري حتى تخدمي في الصينيه اللي راح تدخليها يبعد للفور. من جهه ثانيه بعد ما نحطها تذبل هذيك البصله راح نبدا نقص البطاطا تاعي. يعني اذا بغيتي يكون عندك ضياف ولا حتى لافراد عائلتك تقصيها بالشكل هذا، يعني تديكوريها كما نقولوا باش كطيب تجيك باهيه في القصان. راح نقص هذيك الزروديه ونزيد البصل الطماطم عفوا تاعي الفلفله. هنا الخضر كما قلت لك اختياريه، تقدري تزيدي جريوات، تقدري تزيدي جلبانه، زيتون، اي حاجه يعني بغيتي تزيديها ويحبوها افراد عائلتك تقدري تزيديها. راح نقص كل شيء تاعي هكا عشوائي بشكل كبير. راح نكمل نقصهم ونجيب الصحن اللي راح ندخله للفرن. يعني البلاطو تقدري تخدمي يعني الطريقه هذه في البلاطو يبعد وتكملي من بعد تدخلي للفرن، ولا كما قلت لك تخدميها يعني بوقت. هنا راح بعد ما حمرتها راح نفرغها. انا راح ندير في الصحن هذا، عندي الصحن هذا تاع الرخام ندخله للفرن. راح نفرغ هذيك البصله تاعي واللحم ونزيد عليها الطماطم والفلفل، هذيك البطاطا والزروديه، ونكمل ندير التوابل تاعي. يعني سهله كما نقول لك، سهله وبسيطه، تقدري تخدميها الصباح في العشيه عليك باش ما تديلكش الوقت خشت الضغط تاع رمضان، يعني نكونوا كامل مضغوطين هذيك العشيه تشعلي الفرن تاعك وتحطيها. راح نبداو نتبلوها، راح نديروا ملح فلفل اسود، وراح نكملوا التوابل تاعنا يعني سهله، كزبر فلفل احمر واكليل الجبل ولا مطارد. يعني اكليل الجبل انا كتبت لكم التوابل هنا، اكليل الجبل والاعشاب المنسمه هذه متوفره ديري، ما عندكش يعني تقدري تستغني. ولا مطارد نفس الشيء، ما عندكش لا مطارد تقدري تعوضيها بملعقه خل ولا شوي قارص، عصرة تاع قارص، يعني هذه ماشي اجباري. هنا راح نغلفها بورق الزبدة ونزيد لها بالالومنيوم ونخليها. اذا راح تطيبيها دخليها للفرن لمدة ساعة، ساعة ونص، ساعتين كيما تحبي، ما يصير لها حتى حاجة. فيما بعد راح تحلي عليها وتلقايها شوفي كل شيء تاعك طايب، بصح بقى شكله كيما راهو، يعني في الديكور كي تحطيه يبقى شكله منظم وباهي. اللحم تاعك تلقاه طايب زبدة وبنين وخفيف، واش نقول لكم طعمه رائع جدا، يعني من الوصفات اللي تختصر علينا في رمضان. والخضره هذيك والطماطم تلقت لنا لاصوص. شوفوا هذاك الشكل، تقدر تزينيها بالقارص والدبشه ولا معدنوس تجيك ذوق ولا اروع. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتشاركوها في القناه وتدعموني باللايك وتبارطاجوها مع اصدقائكم وتديروا لها حفظ، راح تلقاوها في رمضان. وصفه واش نحكي لكم بكل ما معناها من كلمه رائعه.